مساء الخير على كل اهلاوي، الف مليون مبروك على مكسب النهارده. خلاص يا رجاله، هانت خالص. الدوري بقى على بعد خطوات من الجزيره ويرجع تاني مكانه، اللي هو طبعا الجزيره. الف مليون مبروك لكل اهلاوي. ولا شاء القدر يا جدع ان الماتش اللي يحصل عليه هيصه من كابتن خالد ومن الزملكاويه، موضوع ماتش الاهلي والاسماعيلي وضرب والبتاع ده والهدف اللي اتلغى بتاع الاسماعيلي والدوشه اللي حصلت بقى والتحكيم والاحتواء والكلام اللي دار كله في الايام اللي فاتت دي. يشاء القدر ان الماتش اللي بعده على طول النادي الاهلي يسجل اول هدف ليه عن طريق ضربة جزاء. يعني ما شفتش كلاحة اقسم بالله بعد كده. يشاء القدر ان الاهلي يسجل اول هدف في الماتش اللي بعده على طول بضربة جزاء، اللي هو موت بغيظك يا جدع. موت بغيظك. انا هكسب عافيه. انا هو دي يعني الاحتواء معايا خلاص، انا هكسب باحتواء. انت شايف ان ده احتواء؟ ماشي، هو احتواء. هو كيف كده مزاجي كده هكسب كده. فما تشتغلنيش انت بقى يا كابتن خالد وفكك من الاهلي. صدقني والله الاهلي هيعمل لك صداع والاهلي هيتعبك. عايز تركز مع الاهلي، ركز ركز في الحاجات الحلوه والوحشه. يعني مش ما تمسكش الحاجات الوحشه بس، او تركز في ان انت تهاجم وبس. لا، ركز مع الاهلي بان انت تتابع الاهلي، تقول كلمه حق. صدقني والله الموضوع بالنسبه لك هيبقى حلو. ياما زملكاويه بيتكلموا كلام حق وهم في مكانه كده حلوه جدا، ولكن اللي زيك كده اللي هم بتوع كده واللي هو فاهمني انت، دول دايما 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 بيبقوا مهروشين ومعروفين وكل جماهير عارفاهم. ففكك من السكه اللي انت ماشي فيها دي. والله هتتعب مع الاهلي، هتتعب. محدش انت مش هتفرق لحد، ولا موضوع ولا كلامك ده هيفرق مع الاهلي بشيء. مش هيفرق مع الاهلي بشيء، انت بس اللي هتتعب بس كده. نيجي بقى الماتش النهارده. النادي الاهلي الحمد لله قدر ان هو يسجل بدري جدا عن طريق ضربة جزاء، وكهربا بعد كده يسجل هدف تاني عشان الدنيا تحلو والدنيا تبقى جميله. ماتش النهارده كان ماشي بشكل كويس يعني. كان ماتش سهل، مش هنقول ان هو كان ماتش صعب يعني. عايز بس اقول كلمتين على ماتش النهارده، او ملحوظتين بس على الماتش بتاع النهارده. يا رجاله، احنا الحمد لله الجيل ده او الفرقه دي او السكواد ده عاملين انجازات لحد الان هايله جدا مع جدو كولر. انجازات جميله جدا، بس ده مش معناه ان احنا مش محتاجين تدعيمات. احنا محتاجين تدعيمات، انا خايف من كده. زي السنه اللي فاتت بالظبط، يقول لك إيه لا ده الجيل ده تمام، الجيل ده حلو قوي، الجيل ده مش محتاج اي حاجه، هندعم بس في المنطقه دي والمنطقه دي، ويجوا اللعيبه اللي هندعم بيهم ويتركوا على جنب ما يلعبوش اصلا ويبقى كده قشطه. لا، انا مش عايز كده. انا عايز تدعيمات وكتير جدا في الفريق الحالي. يعني رامي ربيعه ده انا نفسي اتمنى ان انا ما اشوفوش في الملعب والله يا جماعه. بجد والله. طاهر محمد طاهر خلاص، انا سطلانه جميله والدنيا حلوه، بس خلاص انا مش عايزك. انا مش عايزك بجد والله. مفيش منك امل خلاص. مفيش منك امل خلاص كده بالنسبه لي انا. او على الاقل خلاص محتاج وقت. فانا محتاج واحد قوي زي حسين الشحات وزي بيرسي تاو في التوقيت الحالي. يا جماعه انا عندي ثلاثي هجومي دلوقتي تعمل له الف حساب. دايما لما بيغيبوا عن ماتشات الاهلي الثلاثي ده لما ما بيجتمعش مع الاهلي في ماتش، دايما بتلاقي ان الاهداف بتاخر. دايما بتلاقي ان في صعوبه في تسجيل اهداف. حسين الشحات بيرسي تاو كهربا، الثلاثه دول لو واحد نقص منهم، لو المثلث ده في ضلع نقص منه، بيبقى في مشكله عندنا في تسجيل الاهداف. فانا عايز ثلاثي هجومي بنفس القوه دي، بنفس قوه بيرسي تاو وحسين الشحات كهربا. عايز ثلاثي هجومي بنفس القوه دي. عايز خط نص كويس كويس. عايز اعوض حمدي فتحي. انا الى الان مش معوض حمدي فتحي. مش معوض حمدي فتحي. عايز باك ليفت مكان علي معلول لان الراجل تعب معايا. تعب معايا جدا. عايز قلب دفاع مع محمد عبد المنعم ومحمود متولي اللي هو بيتصاب 10 ماتشات ويرجع لك ماتش ولا اتنين. فانا محتاج واحد زي محمد عبد المنعم كده. رامي ربيعه والله انا مش عايز اشوفه خالص يعني. عايز باك رايت مع محمد هاني وخالد عبد الفتاح برضو. محتاج واحد معاهم تاني. حراس المرمى بالنسبه لي انا هي في امان. لو مش موجود الشناوي يبقى موجود مصطفى شوبير في امان بالنسبه لي انا. بس فده اللي انا عايز اقوله. يا ريت يا جماعه ما نقولش لا اللعيبه اللي هتريح بعد ما نحسم الدوري وهيرجعوا اقوى من الاول وهناكل الاخضر واليابس. لا والله احنا محتاجين تدعيمات فعلا. مش محتاجين مركز ولا اتنين، لا محتاجين مراكز كتيره جدا. فيا ريت ما نمشيش ورا الانتصارات الكتير. تمام. ونقول لا احنا مش محتاجين، لا محتاجين تدعيمات. بس اشوف اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. بالمناسبه كان في حد كاتب لي تعليق بيقول لي اشك ان انت اهلاوي. يا عم شك براحتك، انا اهلاوي واللي عارفني من زمان والمصحف انا اهلاوي. مش محتاج ان انا اثبت لك اهلاويتي. قشطه.